السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ. أخدنا الجيلي ورحنا للولاد بقى زي ما شفتوا كده، الجيلي في البيت وخدناه ورحنا للولاد. تمام كده. واخدت ايه مع الجيلي بقى؟ اخدت السجاد، قلت علقه بالمره كده نديهم ساعتين ونخلصهم. انتوا عارفين ان عندي هنا في البيت مفيش مكان اغسل فيه سجاد يعني، واخدتهم معايا هناك. غسلنا السجاد زي ما انتم شايفين يا بنات، وظبطناه ظبطه حلوه وخليناه قشطه فله شمعه منوره. كده كده الحمد لله الجو كويس بقاله كام يوم، ونشرناه وكله تمام. ونزلنا بقى اتغدينا غدوه تحفه هتشوفوها معايا دلوقتي. قلينا شويه بدنجان، وشايفين الطبق اللي على البوتاجاز ده رنجه وبطارخ وسردين وفسيخ، وما اقولكوش النهارده كان يوم ما اقولكوش يعني انا احلى يوم بالنسبه لي النهارده. المهم يا بنات، قلينا شوية البدنجان زي ما انتم شايفين كده، وخليكم معايا وهتشوفوا أحلى أكلة هتعجبكم إن شاء الله، للي هم بيحبوا الفسيخ والرنجة والحاجات دي. قلينا بقية البدنجان، ما عملنالوش أي حاجة تانية ولا طماطم ولا أي حاجة، رشينا عليه كمون وملح وخلاص على كده. ودينا وحمرنا بطاطس زي ما انتم شايفين كده. وديني هنضف معاكم السردين. هنبدأ بالسردين يعني. السردين بقى ايه خليته، ما رضيتش انضفه واحطه يعني زي ما هو كده، لا شلت السلسله بتاعت الظهر دي، الشوكه دي. وبعد كده ايه طلعت منه اللحم، بصراحه بسم الله ما شاء الله يعني تحفه. تحفه ولحمه جميل ومستوي كويس وتحفه بجد يعني. حتى انا ما خدتش بالي اسم المحل اللي على الكيسه ايه، ما خدتش بالي، كنت عايزه اقول لكم عليه يعني. تمام يا بنات. احنا ان شاء الله ان شاء الله قريب كده هنعمل شويه حاجات من دي بقى، انا اللي هملحها على ايدي وهوريكم طريقتها ازاي بنعملها دايما وبتبقى تحفه برضه. بس بصراحه انا بقالي كتير ما عملتش يعني. فهنعمله فيديو قريب ان شاء الله مع بعض، الفسيخ والسردين والبسارية كمان. بس ادينا كده عملنا في الكمية كلها بتاعت السردين خليناها، وهنعصر عليه ليمون ونحط عليه زيت بس كده. شوفوا بقى الخطوة اللي بعد كده بقى، او هننضف ايه بعد السردين يعني. هنشيل السردين خلاص، هنركنه على جنب، وهم بقى يحطوا له الزيت والليمون. وادي بقى الفسيخ، ده كان منور الاكل النهارده بصراحة. بقالي كتير ما اكلتش منه بجد، كان وحشني. ادينا فتحنا بقى الفسيخ اهو. بصوا الفسيخ ما عملتش فيه حاجه ولا خليته ولا اي حاجه، شلت بس السلسله بتاعت الظهر وقشرته وسبته زي احنا بنحب ناكله كده يعني، مش بنخليه، بنحب ناكله زي ما هو كده. نضفناها بقى كويس كده، وعشان ما شاء الله حجمها كبير اتنضفت بكل سهوله يعني. هنشيل الراس دي، بنشيل القشر والراس بس بنسيبه زي ما هو زي ما قلت لكم، مش بنخليه. دول حطيتهم على 3 اطباق، قشرناه حلو كده. وهنشيل الراس ونظبط بقيه ايه الفسيخ يا بنات. ولا قصقصت بقى ولا عملت أي حاجة يعني، سِبته زي ما هو خالص زي ما باقول لكم. هنشيل بس الراس دي الأول. طبعًا السكاكين هناك مش حلوة خالص، خالص. عايزة بعد كده لمّا أروح في حتة آخد السكاكين بتاعتي معايا في الشنطة. أهو كده، وهنفتحها بقى كده. لحمه تحفة وزبدة ومستوي وبسم الله ما شاء الله يعني، ومش حادق أوي على فكرة. هُم كل مرّة بيجيبوا من أبو طاحون، مش عارفة المرّة دي بس زي ما قُلت لكم ما خدتش بالي والله من الاسم، بس قالوا لي مش من أبو طاحون المرّة دي. هابقى أسأل لو عايزين تعرفوا المكان أبقى أقول لكم عليه. بس هننضف كده ونشيل زي ما قلت لكم الشوكة اللي في النص دي، هنطلعها كده. وبعد كده يا بنات هنحطها في طبق وزيت وليمون برضه وشوية شطة حمر وعيش وعيشني يعني بصراحة. أحلى أكلة في الدنيا، أحلى أكلة في الحياة بجد، تاكلي كده وانتي مبتسمة ومستمتعة كده وفرحانة بيها. ده برضه للي بيحبوا الفسيخ، في ناس ما بتحبش. وادي شكل الأكل بعد ما حضرنا يا بنات. بصوا حطينا الفسيخ ازاي، بنحبه كده بنطلعها بالمعلقة وهي في الطبق زي ما هي كده. عملنا بنجر والبدنجان وبطاطس محمرة والسردين والرنجة. ويا رب يكون فيديو عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك وفي رعاية الله وأمنه.